ومعنا المزيد من المتابعة السيد أبو بكر الحجي عضو اتحاد تنسيقيات الثورة. سيد أبو بكر، هناك أنباء عن إسقاط طائرة ميغ بدير الزور، ماذا لديك من متابعات وتفاصيل حول ذلك؟ نعم. والشيخ ياسين بالاضافه الى تطبيق الطيران الحربي فوق احياء التزاما مع دوي اصوات الانفجارات تعز الاحياء اثر سقوط براميل الدي ان اي، وقد قامت قوات النظام مساء الامس بلك حي القنصور في دير الزور بعده قذائف مما الى سقوط عدد من الجرحى. وكذلك الساعه 10 ليلا سقط القذيفه على مضارب في حي الحميديه مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى وشهيد من الناشطين الاعلاميين. وفي صباح اليوم الطيران الحربي الاسدي قصف احياء دير الزور العمال والحميديه والشيخ ياسين، وقبل قليل قذائف الهاون تتساقط على حي البيله. اما البوكمال قام الطيران الحربي الساعه 8 صباحا بالطلعه الرابعه له في سماء المدينه، اطلق خلال عده صواريخ مخلفه دمار هائل بعدد من المنازل والمحال التجاريه والمناطق المستهدفه هي بالقرب من جامع الهادي، وقذائف سقطت من جامع الشافعي وكذلك عند مقهى الفرات. اما عن الريف قصف قريه خشام وقريه سبيره تحتاني. وصباح اليوم قامت قوات الاسد بارتكاب مجزره مروعه. نعم، هذه المجزرة هي الحدث الغالب والطاغي في دير الزور، حيث ارتكبت قوات النظام هذه المجزرة المروعة في بلدة صور. يعني هل لك أن تفيدنا بالحصيلة النهائية للضحايا والخسائر من جراء هذه المجزرة؟ سيدي الكريم، بالنسبه للشهداء اكثر من 15 شهيدا، واكثرهم من النساء والشيوخ، وفي منهم تحت الانقاض حتى هذه اللحظه لصعوبه انتشالهم جراء الدمار الواسع الذي خلفته طائرات الميج في المنطقه. واكثر من 30 جريح. اما عن الوضع الانساني سيدتي الكريمه، هذه النقطه بدنا انوه عليها صحيح. في دير الزور. بالنسبه للوضع الانساني في دير الزور بالعربي موت بطيء لمن تبقى داخل الاحياء، صار منذ 99 يوما وقصف متواصل بالساعه في تلك المدينه بالقذائف، وهناك دمار بالبنيه التحتيه اكثر من 60% للمدينه، وقطع الاتصالات والانترنت منذ 46 يوما. كيف تكرس هذه الأوضاع في الميدان لأوضاع إنسانية أكثر صعوبة في ضوء الصعوبة في انتشال الجثث التي أشرتم إليها، وكذلك الانقطاع التام للمياه والتيار الكهربي وكافة الاتصالات بالمدينة؟ في شغلة ثانية سيدي الكريمة بنوه عليها بالنسبة لمياه الشرب. نحن نقطن على نهر الفرات، نقطن لا يبعد عننا 1 كيلومتر، وأكثر المنازل تقع على الشاطئ. وبدأت العالم بحفر آبار ارتوازية لارتواء من ماء الشرب، كون نهر الفرات لوثه هذا النظام المجرم بالصرف الصحي. الآن العالم اتجهت إلى الآبار الارتوازية. أشكرك شكرا جزيلا أبو بكر الحجي عضو اتحاد تنسيقية الثورة.